زعلت من العنوان بتاع الفيديو؟ خلّيني أقولها لك طيب بشكل تاني، أنت مين ياض أنت عشان تتكلم معايا؟ أنت فاكر نفْسك مين يعني؟ ال لا والله خلّيني أتكلم جَد، أنت فاكر نفْسك مين؟ يعني أنت بتكلمني بناءً على إيه؟ أنتم عارفين إيه مشكلتنا الرئيسية؟ إن إحنا أغلبنا في معظمنا إلا من رحم الله يعني، كل واحد مدّي نَفْسه أكبر من حجمه. ب من أكتر الحاجات اللي باشوفها فعلًا تشبيه مناسب أوي فكرة البالونة الفاضية. البالونة اللي هي شكلها كبير أوي، والبالونة دي ممكن يبقى حجمها ضخم جدًا، 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 ولكن أنا لو جِبت دبوس بس كده انتهى الموضوع للا شيء. الحاجة اللي هي كده انتهت لكده، مش اختفت. اختفت بس بإيه؟ بدبوس، ودبوس ده اللي هو ممكن يبقى كلمة حد قالها جارحة للشخص ده، فشل أول فشل قابله في حياته، أول شغل نزله على أرض الواقع واتصدم بالحقيقة. فهو البالونة ديّة اتعملت من ناس حواليه ممكن يكونوا بيقولوا له دايمًا كلام حلو، كلام حلو، كلام حلو، كلام نفخ كتير، وهو بيصدّق فبيكبر، بيصدّق فبيكبر، بيصدّق فبيكبر. مجرد ما الدنيا اتفتحت عليه شوية بإن هو شاف حاجة مختلفة أو اتعامل مع ناس بمستوى تاني، لقى إن هو اختفى، اختفى، اختفى في لحظة. اختفى وهو مش عامل أي رصيد ولا أي كريدت ال 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 و وهو كان شايف نفسه كبير أوي. المشكلة هنا إن بيحصل صدمة نفسية للإنسان، إن هو بتخلّيه إن هو مش قادر يصدّق، أو إن هو بيروح في حاجة تانية. يعني أنتم عارفين بيروح في عالم تاني، العالم التاني موازي اللي هو زي أنا ما حدش عارف قيمتي. آآ، طب أنت هل سألت نفْسك يعني هل دي قيمة فعلية فعلًا؟ هي إيه قيمتك أصلًا؟ يعني هل هي قيمة فعلية؟ يعني هل كلمت نفْسك بصراحة كده وراجعتها في فكرة القيمة ديّة؟ هل هي قيمة فعلية فعلًا والّا إيه القيمة بتاعتك اللي أنت بتقدّمها؟ أنا شخص لا، 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 ده أنا مختلف، أنا بافكّر بطريقة تانية. هل أنت فعلًا مختلف؟ ما هو المختلف ده هل أنت مختلف في الكلام بتقول كلام حلو يعني، والّا أنت مختلف في النتايج؟ والّا أنت مختلف في الشغل، بتعمل إيه، يعني بتعمل إيه مختلف؟ أو هي بس الظروف دي والله، لو حصل كذا كان زماني كذا، أو لو اديتوني كذا بس، أنا لو حد اداني كذا بس أنا هاكسّر الدنيا. اللي هو أيوه حضرتك بتبني على افتراض عمره ما هيحصل. يعني ما هو النتايج إحنا اللي بنعملها. يعني لو ديّة ما هو أنا لو برضه لأ أنا برضه ممكن أقعد أقول لك لو حصل معايا كذا، أو لو ادّيتني كذا أنا هاكسّر الدنيا. لو معايا بس مليون جنيه هاخلّيهم 10.000.000 جنيه. أول ما هييجي لك مليون جنيه هتخسرهم، أنت أصلًا مش قادر إنّك تدير رأس مال. زائد إن أنت كل واحد له حجم معيّن، أنت عند حجم معيّن. يعني في حد يعرف يدير مليون جنيه، اللي بيدير مليون جنيه ما يقدرش يدير 10.000.000 جنيه لحظي إلا لو طلع بالتدريج ليها، واللي بيدير 10.000.000 جنيه ما يقدرش يدير 100.000.000 جنيه. كل حاجة ليها طريقة، وكل level أنت بتشتغل فيه أو كل مستوى أنت بتكون موجود فيه، لو أنت مش طالع السلِّم صح، طالعه سلِّمة، سلِّمة، البالونة دي لو ما لهاش جذور في الأرض، لو أنت ما لكش جذور، لو أنت ما لكش جذور في الأرض، فأنت هتختفي في لحظة. لكن لو ليك جذور هتطلع تاني عادي. و و و و أنتم بتشوفوا الشجرة مش بتطلّع فرع واحد، حتى لو اتقطع ممكن تطلّع 10. ليه؟ لإن جذورها متينة في الأرض، هي ممتدة، هي تقيلة، هي تقيلة ومليانة. فالفكرة اللي أنا عايز أقولها في الحلقة ديّة، ما تزعلش لو حد واجهك بالحقيقة، أو ما تزع أو يعني خلّيني أقولها لك بشكل تاني، ما تقول أنت لنفسك الحقيقة أريح. يعني قولها أنت لنفسك. طب لو أنت ما قُلتهاش لنفسك، ما تزعلش لو حد جه واجهك بيها، لإن هي دي الحقيقة. أنت مين؟ وأنت مين ديّة يعني مش إهانة والله. أنت مين ديّة معناها أنت عملت إيه على الأرض، أنت فين شغلك، أنت فين نتايجك. إحنا لو هو إيه اللي مخلّي يعني دايمًا من الحاجات اللي بتبقى غريبة جدًا لمّا بنسمع عن يعني في بداية الإسلام، في ناس كتير أوي في ناس كتير أوي اتعذّبت. في ناس كتير أوي ضحّت تضحية كبيرة أوي. آآ ولكن سبحان الله بيفضل يعني أفضل الخلق بعد النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمّا بيقول إن هو أفضل الخلق بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، وإن لو وُزن إيمان الأمة في كَفّة، وإيمان أبو بكر الصديق في كَفّة، هيغلب إيمان أبو بكر الصديق. إيه اللي خلّى الشخص ده كده؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لمّا بيُسأل بيقول إن هو إن أبو بكر الصديق ده مش لحاجة هو عملها، ولكن لشيء وقر هاهنا، حاجة في القلب. فكرة أبو بكر الصديق إن هو أول ما الراجل ده الغريب إن هو أول ما دخل الإسلام. يعني أبو بكر الصديق مثلًا لا كان من فقراء المسلمين، لأ هو كان وضعه المادي عادي كويس، ولا هو اتعذّب،
حتى في الحصار لمّا المسلمين اتحاصروا في شعب أبو طالب، وكانوا بياكلوا ورق الشجر. على فكرة سيدنا أبو بكر ما كانش محاصر معاهم، لإن هو كان من الناس اللي هم الأشراف في قريش، فما كانش حد بيعمل معاه كده. تمام. ولا اتعذّب، ولا الحاجات اللي الناس بتشوفها دايمًا، ولا هو خالد بن الوليد النجم الكبير اللي الناس كلّها شايفاه. هو عمل حاجة مختلفة. الراجل ده أول ما أسلم، أبو بكر الصديق أول ما أسلم عرف يستهدف الناس الكويسة، نتايجه بدأت تبان. تبان إزاي؟ لو بصيتوا ل10 المبشرين بالجنة هتلاقي 4 أو 5 منهم اللي دخّلهم الإسلام هو أبو بكر الصديق. لو بصيتوا ل ل ل ل لشغله على الأرض هتلاقوا إن هو بيعمل دايمًا حاجة مختلفة. قلبه دايمًا متعلق بحاجة مختلفة. لمّا النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج وكل الناس بتكدّب، هو عنده بساطة غريبة. البساطة دي بتخلّيه هو دايمًا سابق. يعني لمّا جُم سألوه طبعًا على حجم الموضوع، تخيّلوا إن حد بييجي بيقول إن أنا أُسري بيّا ورُحت بيت المقدس بُكرة، تحس إنها قصة من الخيال بالنسبة لحد جاي بيحكيها لك. تمام. فهُم بالنسبة لهم ياه! الراجل ده تخيّل باقول لك راح المعراج وبعد كده طلع السما وكمّل السماوات السبع كلّها ووصل سدرة المنتهى اللي هي منطقة ما حتى سيدنا جبريل نفسه ما قدرش يوصل لها. يعني بيحكي ده بيحكي خرافات. بكل بساطة سيدنا أبو بكر حتى ما قعدش يقول لهم إزاي بتقولوا ده هو الصادق الأمين. قال لهم ببساطة إن كان قد قال فقد صدق. بس ببساطة. في فترة حكم سيدنا أبو بكر الصديق هم سنتين. سنتين. تخيلوا الراجل اللي هو كمان كان معروف بحلمه، كان من أكثر الناس شدة في الفترة ديّة بالذات بعد حروب الردة. فالفكرة اللي أنا عايز أقولها هنا إن فكرة أنت مين ديّة مش عيب. فكرة أنت مين دي أنت لازم سؤال تكون بتسأله نفْسك كل يوم. وفكرة كل يوم ديّة عشان أنت محتاج تضيف لنفْسك كل يوم حتى لو حاجة صغيّرة، حتى لو إنجاز صغيّر. الإنجاز الصغيّر ده على فكرة أنت ممكن يعني تعمل حاجة بسيطة تكون بتعبّر عن اليوم بتاعك. يعني أنت ممكن لمّا النبي عليه الصلاة والسلام جه سأل الصحابة مين النهارده صلّى قيام الليل، طب مين طلّع زكاة، طب مين أعتق رقبة. حاجات بسيطة أنت ممكن بس كل يوم تقول لنفسك أنا هاصلّي قيام الليل، أنا النهارده هاقرا صفحة في كتاب، أنا هاثبّت كل يوم 5 دقايق، 10 دقايق، نُص ساعة. دي الحاجة اللي بتخلّي يومي مختلف حتى لو بنسبة 1/100%. ولكن هي مع الوقت ومع التراكم الواحد من 100% ده بعد 10 أيام هيبقى 1%. تخيّل! تخيّل إن أنت بعد 10 أيام بقيت 1%. طب بعد 100 يوم هيبقى 10%. أنت اتطوّرت بعد 100 يوم بقيت 10%. طب بعد 1000 يوم، 1000 يوم دي 3 سنين، 1000 يوم ديّة أنت بقيت 100% يعني أنت لو بتاخد جنيه، فأنت بعد 1000 يوم يعني بعد 3 سنين بقيت بتاخد 3 أضعاف. أنت لو النهارده خبرتك 1 فأنت خبرتك بقت 100% بعد 3 سنين. تخيّل وأنت بتعمل حاجة لا تكاد تُذكر، بتعمل progress صغيّر جدًا، بتعمل تقدُّم بسيط خالص على الأرض هتبدأ تشوفه. ف بعد كل فترة. الفكرة إن أنت لمّا بتبني الخبرة التراكمية ديّة، بتلاقي بعد فترة إن أنت وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجازيك بيج بي بي بيكافئك على اللي أنت عملته ده. فبتلاقي إن أنت بعد فترة الوقت اللي كان دقيقة بقى 5 وال5 بقت 10. الحاجة اللي أنت كنت بتعملها وأنت متضايق بقيت مبسوط وأنت بتعملها. نَفْسك اللي كانت بتقعد تقول لك اوعى تعمل ده، خلّيك يا عم كمّل نوم وبتاع، هي اللي بتقول لك يالّا قوم وشد حيلك واعمل وبتاع. اتحولت كل حاجة حواليك النتايج الحاجات اللي أنت كنت بتعملها في ساعة بقيت تعملها في 5 دقايق. فكل حاجة حواليك بتبدأ تتغيّر. بس في حالة واحدة بس، لمّا تبطّل دوشة وتبطّل تتكلّم كتير وتخلّي شغلك وإنجازاتك على الأرض هي اللي تتكلّم عنك. خلّي الضجيج وخلّي الدوشة وخلّي الحاجات اللي خلّي الصوت اللي بيتسمع دايمًا هي صوت إنجاز أنت عملته، هي صوت نتيجة، هي صوت شغل أنت عملته على الأرض. خلّي إنجازاتك هي اللي تتكلّم عنك وخلّي شغلك هو اللي يتكلّم عنك. وبطّل دوشة، بطّل كلام كتير. الكلام مش هيفيدك بأي حاجة. التزم الصمت وأنت بتنتج. وخلّي النتايج هي اللي بتلتزم الكلام لمّا تطلع للنور. و ف ف ف دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلّيك فعلًا شخص مليان، تخلّيك مش بالونة، اللي هتخلّي ليك جذور وتخلّيك موجود وتخلّيك موجود في الأرض. لمّا ربنا سبحانه وتعالى لمّا وتاني هارجع أقول لمّا ربنا سبحانه وتعالى في كل معجزاته أمر بحاجة. يعني لمّا كان في قصة النبي عليه الصلاة والسلام خلّى إن في براق. البراق ده اللي هو حاجة خلّته ينتقل، لإن في نقل لازم يحصل. في قصة السيدة مريم قال لها: "وهُزي إليكِ بجذع النخلة." في قصة سيدنا موسى
يعني ليه تلقيه في اليم يعني؟ أنتِ لازم تعملي حاجة، أنتِ ليكِ إن أنتِ تعملي حرّكيه، فإذا خِفتِ عليه فألقيه في اليم، حطيه في صندوق خشب وارميه في اليم وما تخافيش بعد كده، إن ردوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين. فكل القصص بتقول إن أنت لازم يحصل حركة، لازم يحصل حركة عشان النتايج تتغيّر، لكن طول ما أنت في حالة سكون الماء الساكن بيتعفن، الماء الساكن بيتعفن، لازم المَيّة تبدأ تتحرك. فأنت لازم في كل الحاجة اللي أنت تحافظ عليها كل يوم، إن أنت يكون في حركة، وإن أنت تواجه نفسك قبل ما تيجي لك المواجهة من غيرك، وأنت بتتألم وفاكر، ولمّا حد يقول لك أنت فاكر نفسك مين، تمام؟ ولمّا تتقال لك ما تتضايقش، لإن أنت فعلًا قيسها على نفسك، هل أنت فعلًا يعني عملت حاجة فعلًا الحاجة ديّة فارقة؟ يا عم أنت فاكر نفسك مين ديّة مهما وصلت لحاجة، فأنت برضه لسه يعني أنت لسه قدامك كتير أوي. ف فمهما كنت أنت حسن ففي الأحسن، ومهما تقدّمت ففي اللي متقدّم أكتر منّك، مهما كنت غني ففي الأغنى منّك، فلمّا حد يقول لك أنت فاكر نَفْسك مين، مهما كنت اللي وصلت له ما تزعلش، وفعلًا قيّم نَفْسك واقعد قولها لنَفْسك كل يوم أنا فاكر نَفْسي مين، لأ ده أنا أحسن من أنا امبارح، أنا فاكر نَفْسي مين، أنا اتغيّرت حتى لو اتغيّرت بنسبة قليّلة، أنت فاكر نَفْسك مين، دي هتبقى حافز، خلّيها حافز بيشدّك كل يوم إنّك تعمل حاجة جديدة، وإنّك بتعمل حاجة مختلفة، تقدر بعد فترة لمّا تسأل نَفْسك أنت فاكر نَفْسك مين، تقول أنا الحمد لله ربنا أنعم عليّا إن أنا لأ، أنا الحاجات ديّة أنا اللي عملتها، أنا دي النتايج بتاعة الحاجات اللي أنا اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت، أنا تعبت وفعلًا واجتهدت بشكل كتير وسكِتّ، تمام، فالنتايج دي بقت هي اللي بتتكلم عني. فأنت فاكر نَفْسك مين مش إساءة، أنت فاكر نَفْسك مين دي مش إهانة، سواء أنت بتقولها لنَفْسك وبتسأل نَفْسك كل يوم فبتشجّعك إن أنت تعمل حاجة مختلفة، فأنت تبقى مين فعلًا، تبقى أنت اسم لأ أنا فلان اللي عمل كذا، آآ عمل كذا غيّر في حياة ناس، عمل كذا ويا سلام لو الحاجة ديّة لها قيمة، أو لو اتقالت لك من حد تاني ما تزعلش برضه، لإن أنت خلّيها حافز ليك يزُقّك إن أنا هو أنا مين فعلًا، لأ ده أنا لسه هاعمل وهاعمل وهاعمل ولسه قدّامي طريق طويل. دي النقطة اللي حبيت أشاركها معاكم النهارده. إحنا عندنا تحدي كنت قُلت لكم عليه، إحنا بدأنا وعاملين سلسلة اسمها من تحت الصفر للمليون، هي دي اللي بنشرح فيها إحنا إزاي تقدر تبني business من الصفر، وإحنا كمان عاملين تحدي يعني موازي عندنا في شركة رويال كادو إن إحنا إن شاء الله نوصل في شهر 6 إن إحنا نحقق مبيعات مليون جنيه ماشيين فيها خطوات، بعد ما نشرح الbusiness وخطواته إن شاء الله هنقول لكم في التحدي ده إحنا إيه الخطوات اللي ماشيين فيها عشان نقدر نحقق ده. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.